قال: وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا حديث مرسل ضعيف. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، هذا حديث ضعيف. فالسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، أولا من حيث السجود الكامل لا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن السجود الكامل أن يكون السجود على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ قال: فهذه 7 أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان، هذان عضوان، والركبتان كم؟ 4، والقدمان 6، والجبهة هذه 7، هذا 7 مع الأنف، والجبهة مع الأنف، لأنه صلى الله عليه وسلم نعم أشار لما جاء إلى الجبهة أشار بيده إلى أنفه، وفي رواية الجبهة مع الأنف، فجعلهما عضوا واحدا. إذن هذه الأعضاء السبعة السجود عليها لا شك ولا ريب أنه سجود كامل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن السجود الكامل أن تسجد على هذه الأعضاء السبعة. لكن من حيث يعني الوجوب، هل يجب السجود عليها كلها؟ نعم، بعض أهل العلم قال يكفي الجبهة من حيث الوجوب، يكفي أن يسجد على الجبهة، فهذا هو الواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب، يسجد على الجبهة. وستدل بحديث سيأتي ذكره في أذكار السجود: سجد وجهي، قالوا فالسجود يسمى ساجدا إذا سجد وجهه، أما بقية الأعضاء فلا يسمى ساجدا. لكن الصحيح أنه يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة. ليش؟ لأنه جاءنا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وفي لفظ الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. فهذا الحديث حديث ابن عباس فيه الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إذن فيجب أن تسجد على هذه 7 الأعضاء. هذا هو القول الذي دل عليه الدليل، أنه يجب السجود على الأعضاء 7.